صدق أو لا تصدق، مش لازم تكون إيجابي طول الوقت، ومش كل حاجة بتحس بيها لازم تتحل. مارك مانسون بيقولك في حاجات لازم تتقبلها وتعديها، مش لأنك ضعيف، لكن لأنك نضجت. الضربة النفسية الأولى، الواقع الصعب. إحنا اتربينا إننا لازم نسعى للسعادة دايما، بس محدش قال لنا إن السعي ده ممكن يخلي حياتنا جحيم. ليه؟ لأنك كل ما تركز على إنك تكون سعيد بتشوف أكتر إنك مش سعيد، وتدخل في دايرة من جلد الذات والمقارنة والفشل. وهنا بيجي السؤال، هو أنا لازم أهتم بكل حاجة؟ التحول، لحظة الوعي. مارك مانسون بيقولك المفتاح مش في إنك ما تهتمش خالص، لكن إنك تختار إيه اللي يستحق اهتمامك. يعني ببساطة، سيبك من الحاجات التافهة وركز على اللي فعلا يفرق. زي إيه؟ زي علاقتك بنفسك، صحتك، شغلك اللي بتحبه، مش آراء الناس فيك. قلب الترابيزة، مفيش حل سحري. الكتاب ده ضد كل كتب التنمية اللي بتقولك فكر بإيجابية، كل حاجة هتبقى تمام. مانسون بيرد عليهم ويقول الحياة فيها وجع وهتفضل كده، لكن الفرق هو انت هتختار تتألم ليه. تتألم من التمارين ولا من السمنة؟ تتألم من الانفصال ولا من علاقة سامة؟ الصراحة القاسية، أنت مش مميز. واحدة من أكتر أفكار الكتاب صدمة. أنت مش مميز، مش مقصودة تهينك، لكن علشان تفكرك إنك مش محور الكون. كلنا بنتألم، كلنا بنفشل، والقبول بالحقيقة دي بيحررك من الضغط وبيخليك تتنفس أخيرا. الاختيار هو الحرية. مانسون بيقول كل حاجة في حياتك انت اخترتها، حتى لو كانت صعبة، حتى لو حصلت غصب عنك، رد فعلك عليها قرارك. يعني ممكن تبص المشكلة على إنها لعنة، وممكن تشوفها كفرصة للنمو. الفرق هنا هو أنت. الهدوء بعد العاصفة. فن اللامبالاة مش معناه تكون بارد ولا تكون أناني، ده معناه إنك تبطل تهتم بالحاجات اللي بتستنزفك وتبدأ تحط طاقتك في اللي يستحق. وده مش سهل بس مريح. في الآخر، السعادة مش إنك تضحك طول الوقت، السعادة إنك تعرف تختار معاركك. لو شايف إن الكلام ده لمسك، شاركه مع حد تاني، وسيب لي رأيك في تعليق واشترك معانا. أنا أحمد، ودي صفحة جديدة من قناة صفحات. سلام.